في اللحظة دي لابد من الاعتذار لباسم يوسف. باسم يوسف خد حملة محترمة وبشجاعة وبعلمية والدنيا كلها هجمته وقطعته. أنت كنت على حق يا باسم يا يوسف والكل كان على خطأ. طالما الشؤون المعنوية وطالما أولي الأمر في مصر بيتعاملوا معانا على إننا خرفان. ده عالج، طب هنأجله 6 شهور، طب 6 شهور، طب 6 شهور. مفيش حد يطلع يعبرنا بكلمة. هو عيب إن أنت تقول إن الجهاز أثبت فشله؟ هو عيب تقول إن الجهاز كان معمول لحاجة تانية وفي حد تسرع؟ هو عيب تقول إن أنا أخطأت؟ ولا أنتوا لا تخطئوا؟ ونفس الحكايه عصام حجي، وانا شخصيا اعتذر لعصام حجي. انا شخصيا هاجمت عصام حجي، اعتذر له جدا لان كنت مصدق اولي الامر، مصدق البهوات. انما الشؤون المعنويه تتعامل معنا على اننا خرفان، تقول الحاجات اللي تقولها وتبعت لنا فاحنا ننشر. انما لما تيجي ما بتصححش اخطائها، مين بيحاسب دول؟ وبقول لحضراتكم مسبقا الكلام اللي انا بقوله لا يجرؤ حد تاني يقوله، لا يجرؤ حد تاني يقوله. دي الحقيقة. هل انتوا عايزيننا خرفان؟ هل انتوا عايزين البلد دي تتقدم ولا نظل في هذا الكذب؟ بتكذبوا على الناس ليه؟ انتوا بتقولوا للناس احنا عملنا جهاز بيعالج الايدز وبيعالج فيروس سي وبيعالج. ومين اللي بيقول؟ ده مين اللي بيقول؟ ده مش بيقولوا سين او صاد او عين. لما تقولوا جهه محترمه فاحنا نصدق ونضرب لها تعظيم سلام. انما الجهه المحترمه دي لما تيجي تستخف بينا حتى ما تطلعش بيان اقول لها عيب. احنا مش بنتلقى اوامر منكم، انتوا كلكم شغالين عند الشعب، كلكم من الكبير للصغير شغالين عند هذا الشعب، عند المواطن المحترم. ايه 1.5 سنة ما حدش عايز يطلع كلمة؟ باسم يوسف اتقال عليه ما لم يقله بالغ في الخمر لما عمل حملة شجاعة محترمة من حقه الناس تعتذر له، رغم اني مختلف مع باسم يوسف من الالف للياء واذاني بكذب، بس يعني ما ينفعش. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب الى التقوى. نفسي النهارده او بكره الاقي حد عنده شجاعه يطلع يقول نعتذر لهذا الرجل ان هو عمل حمله شجاعه منفردا وتهاجم.